ضربات قلب شديدة مفاجئة، ضيق تنفس حاد وإحساس بالاختناق، دوخة مستمرة، واختلال الآنية، اضطراب جهاز الهضم والقولون، لقمة في الحلق وصعوبة النوم، ألم في الجسم والصدر ورجفة الأطراف، تعب من أي جهد وألم في العضلات. تعال معي، فقد جاء الوقت حتى نحل كل هذه المشاكل، مشاكل نوبات الهلع والقلق الدائم، الخوف من الخروج إلى أي مكان وحدك مع تعب وإحباط، تصيبك أعراض القلق القوية والمتعبة، ودائما تتساءل عما يحدث معك، وكلما ذهبت إلى الأطباء يكون كل شيء سليم. أنا الآن هنا معك لأساعدك وأعطيك الحل، لأريحك من بحث وعناء يمكن أن يستمر لسنوات طويلة. دعنا نبدأ بالعلاج، لكن أريدك أن تحفظ هذا الفيديو، لأنك إذا طبقت هذا الكلام لن تحتاج لطبيب. نبدأ بثلاث خطوات مهمة: التوقف عن الشكوى المستمرة، التوقف عن الذهاب للأطباء كل يوم، والتوقف عن البحث على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي. فهذه هي أهم الأمور التي تزيد قناعتك بأنك مريض ومعرض للخطر. فقناعتك بأنك مريض وعلى وشك الموت وأنك في مرحلة الخطر، هذا يجعل عقلك الباطن يركز على وضعية الدفاع عن النفس بشكل تلقائي عند أي موقف بسيط تشعر فيه بالخطر، فتظهر عندك الأعراض. كلما تخاف من الأعراض تزيد أكثر لحد إصابتك بنوبات الهلع. فكيف نوقف حالة الخطر الموجودة في عقلنا الباطن؟ أول شيء، تقبل وجود الأعراض. كلما جاءتك الأفكار الوسواسية والأعراض الجسدية اعتبرها شيء طبيعي عادي تعودت عليها. صحيح الأعراض مزعجة، ولكن اعتبرها شيء طبيعي بدون نقاش مع نفسك. أصابتك الأعراض 1000 مرة ولم تمت ولا حدث لك أي شيء. ثانيا، تقبل وجود الأفكار، ليس تقبل الموت ولكن تقبل الأفكار التي برأسك حول الموت. ثالثا، تقبل القلق ولا تحاربه، اعتبره مثل تيار النهر، إذا سرت عكسه ستتعب وتغرق. رابعا، إذا شعرت بالتحسن لكن رجعت لك الأعراض لا تنتكس وترجع، تركز على حالتك، بالعكس واصل. التجاهل والتقبل وتطبيق النصائح، ومع الوقت ستتعالج 100%. وطبعا ضروري أن تهتم بنظامك الغذائي، لأن القولون العصبي سيؤثر على حالتك النفسية. وسنتكلم عن بعض العلاجات الدوائية والفيتامينات في قادم المقاطع، وسأكون معكم لآخر الطريق بإذن الله.